عام المفروض نتمشي ما تقدرش تسلكوا. نترككم مع هذه اللوحات كل جن كانوا يفرون المعبرة لطلبة المدارس يجسدون فيها الألعاب الشعبية كيف كانت تمارس في نالوت. أنا بنو يا شيخ أنا في عدته لا فاضية تيجو. فالآن أترك لكم الصورة لتعبروا أنتم كما يحلو لكم. شكرا لكم أبنائي على الألعاب الشعبية القديمة. شكرا لكم. إذن هذه كانت الصورة الواضحة والكاملة للألعاب الشعبية القديمة هنا في مدينة نالوت. ربما كل الألعاب التي لعبها أجدادنا وآباؤنا فيما سبق جسدت من خلال هذه الصورة. هذه كانت ألعاب بخصوص الأولاد أو الشباب. أم كتنبو، من لا يعرف أم كتنبو هي أغنية وهي طقس من الطقوس لجلب المطر. هي طقوس قديمة أم كتنبو الأغنية التي نغنيها لجلب المطر. الآن ستبدأ تجسيد لمجلس العزابة حفظة القرآن. إنهم إخوان نالوت حفظة القرآن وحملة العلم. حضارة نالوت بحرة نالوت بحر الصفاء وعروس نالوت عمق فيه خير وفير تحوم فيه طيور السعد. فالعرس في نالوت تغريد طير عند المساء وطيف جميل حاضر كل مساء بل عشق دائم ومجد في الهوى لن ينتهي. لنتمعن إخوتي الحضور في هذه الألعاب القديمة التي لعبتها أمهاتنا وجداتنا. ما أروع قصص الآباء والأجداد حين كانوا يخرجون إلى تندار ختالات في الموقع المقابل لنا حيث تنحر الجمال ويطلب الديان فلا يفرقون أماكنهم حتى ينهمر المطر. لوحة معبرة في نالوت لكل حدث قصة، لكل قصة طقوس. هكذا تمر عليك الأيام وكأنك تعيشها. ولا يسعني هنا إلا أن أقول قف يا زمان ووقف الأيام لترى نالوت في عرسها الهمامة. نعم إنها نالوت في عرسها الهمامة. إذن هي صورة واضحة للألعاب القديمة الشعبية في مدينة نالوت. شكرا. في دورته السابعة من مدينة نالوت دائما يأتيكم وفي كل سنة تحت شعار نفوس أصالة وعراقة.
مشاركة من جمعية أتوى في كامل حشمتها ووقارها، وهي إنهم موجودون. نعم كما تقول اللوحة، ها نحن هنا. شكرا لمركز ها نحن هنا للغة الإشارة. إذن العرس لا زال قائم هنا من مدينة نالوت وفي منتزه تالا وبين هذه الجبال. شكرا مركز نحن هنا، شكرا لكم. إذن الآن يبدأ العرس النالوتي. باقية ما بقى الجبل، طقوس لها كثير من المعاني، طقوس تفرض علينا الاحترام والمحبة. للعرس النالوتي لوحة تجسد لي العرس النالوتي الأصيل. هي فرحة، هو أيضا عرس تاريخي تجسدها المرأة النالوتية هنا في مدينة نالوت. دامت أعراسنا وأفراحنا ودام الخير علينا دائما. هي صورة واضحة وكاملة لأعراسنا التقليدية الشعبية القديمة. نتمنى لو عشنا هذه الفرحة مع أجدادنا وجداتنا. نحن نعلم جميعا أن أعراسنا وأفراحنا في عهد الحضارة والتكنولوجيا كاملا عن أعراسنا في العهد القديم، ولكن يبقى الأصل هو الأصل، وتبقى هذه الصورة هي الصورة الحقيقية التي تجسدها المرأة النالوتية الأمازيغية النفوسية الليبية لأعراسنا القديمة. تبقى هذه الصورة فكرة محفورة في قلوبنا لن ننساها. نتمنى لو عشناها، نتمنى لو حضرنا يوما من هذه الأيام التي عاشها أجدادنا وجداتنا، فليكن أو تكن هذه صورة من صور العرس النالوتي. أقول إلى من أرقت الشمس نورها فوقهم، إلى من قلوبهم كافرة في الدجى كشمس كوهج النهار، إلى من رجالها أشدى من ريحان السكون. نعم نقولها ونحن صادقين في قولها، لقد صفق لكم القلب وضاعت كلمات الشكر فلم نستطع لدلتها. أهالي نالوت يا فرحة العمر، يا من حفرتم في صدر التاريخ أسماء لا تموت، أناس طيبون بسطاء كالنخيل كالزيتون كالربيع، لا يمحوها المطر بل يزيدهم بهاء على بهاء. تحية كل التحية إلى كل من وراء هذا العطاء، إلى المرأة في نالوت، إلى ربات البيوت، إلى المدرسين والمدرسات. يمر الآن أيها الإخوة لوحة تعبر الهودج، حمل العروسة إلى عشها الزوجية في تواضع وحشمة، وأترككم مع هذه المقتطفات.
الوعد التونسية. على مشاركتكم نالوت عرسها التاريخي. إذا لازلنا نواصل معكم عرس نالوت. العمل الجماعي المنظم إنها خرطة المعصرة، لوحة معبرة على أن الفرد في خدمة الجماعة والجماعة للفرد، إنها لأحدهم وفائدتها لكلهم. هكذا العمل في نالوت، هكذا العمل في نالوت، الكل مع الفرد ما دام الفرد في خدمة الجماعة. شعار نشأنا عليه، شعار رفعناه ونرفعه، ونحن اليوم نرفع إليكم شعارا آخر وندعوكم لمشاركتنا
بهذا الشعار ألا وهو دور النشاط الفردي في المحافظة على المناطق. نرفع شعارا ونمد يدنا إليكم بأن تقام حملة شعارها صيانة المدينة القديمة بنالوت. في نالوت يجعلون لكل حدث قصة، تهون الصعاب والشدائد والعزائم والكل بما يستطيع. إنه العمل الأهلي والتطوعي بأسمى معانيه، فتحية لنالوت الرائدة في هذا العمل. إذا لنرافق صاحب المعصرة وهو يقوم بجر الخرزة إلى معصرته الجديدة بتعاون كل أهل البلدة معه، فمنهم بالأكل ومنهم بالجهد. نامل لهم الوصول بسلامة إلى أعلى الجبل، ولكم أن تشعروا أو أن تتخيلوا المعاناة التي سيتم تكبدها للصعود بهذه الخرزة إلى أعلى الجبل. الحمد لله إن شاء الله هذه كانت لوحة تجسد العرف النالوتي. نحيي الشقيقة تونس، فرقة الوعد التي كانت دائما تشارك نالوت عرسها سنويا. عادت مرة أخرى فرقة الوعد التونسية أتت إلى احتفالها أهل نالوت فرقتهم مع رسالة الدولة في دورته السابعة، والتي كانت يتم تفتيشها نفوسة أصالة وعراقة. الشرارة الأولى للثورات العربية، تونس التي احتضنت الشعب الليبي في ثورته. نعم أيها الإخوة، من خلال هذه الفقرة فإننا نبعث التحايا إلى تونس هنا في نالوت، إلى إخواننا في تونس الشقيقة، فلهم منا كل الحب والتقدير. شكرا لفرقة الوعد. ننتقل إلى فقرة أخرى. هذه صورة للقوافل
وهي محملة الصورة تجسد الرحل في العهد القديم عندما كنا نرحل من مكان إلى مكان ونحن محملين بآتات بيوتنا القديمة بمأكلنا. إنه المرحول وعاداته، المرحول وهو عائد إلى البيت، إنه عائدا راجع إلى دياره بعد الرحيل. ونسميه في نالوت مقيطل، المرحول مقيطل.